طيب خلونا نتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل بال الملايين في الجزائر حاليا. في اجتماع حكومي مصيري وموضوعه الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين. تعالوا نشوف بالضبط إيه اللي على الطاولة. هذا هو الرقم اللي كل الأنظار عليه، 10 إلى 15%. بس هذا مش مجرد رقم، لا، هذا هو الاقتراح الرسمي اللي قدمه الصندوق الوطني للتقاعد، وهو محاولة لمواجهة التحديات الكبيرة اللي بيعيشها المتقاعدين كل يوم. يعني لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة اللي كلنا حاسين فيه، هذا هو الحل اللي على الطاولة. لكن عشان نفهم القصة كاملة بكل أبعادها لازم ندخل في التفاصيل. رح نمشي في الموضوع خطوة بخطوة. أول شيء رح نشوف الاقتراح نفسه، بعدين نسأل ليش الحين بالذات، وبعدها رح ندخل في عمق واقع المتقاعدين ونشوف التأثير الحقيقي عليهم، وفي الأخير رح نتكلم عن تفاصيل التنفيذ والآمال اللي يمكن تكون أكبر من الأرقام الرسمية. تمام، خلونا نبدأ بالجزء الأول ونركز على الاقتراح الرسمي اللي قدمه الصندوق الوطني للتقاعد. قبل ما نتعمق أكتر، في مصطلح رسمي مهم لازم نكون فاهمينه، وهو التثمين السنوي. ببساطة شديدة، هذه هي المراجعة السنوية للمعاشات، يعني محاولة لتعديلها عشان تتماشى مع غلاء المعيشة ولو بشكل جزئي. وهذا يوصلنا للسؤال المهم. طيب، إيش هي الأسباب الاقتصادية اللي بتخلي هذه الزيادة ضرورية كل سنة؟ والشيء المثير للاهتمام هنا هو إنه كأننا بنشوف نفس السيناريو يتكرر. السنة الماضية أقر فخامة الرئيس زيادة بنفس النسبة تقريباً ولنفس السبب، مواجهة التضخم. واليوم يبدو أن المشكلة ما زالت موجودة وتحتاج لنفس الحل. طيب، خلونا الحين نترك لغة الأرقام والسياسات شوي ونركز على الجانب الإنساني. خلونا نشوف كيف هو الواقع اليومي للمتقاعدين وإيش هي التحديات اللي بيواجهوها. هذه الجملة بصراحة تلخص معاناة ناس كثير. الفكرة إنه المعاشات المنخفضة ما بتأثر بس على الكماليات، لا، هي بتوصل لأساسيات الحياة الكريمة، يعني من الدواء للفواتير وحتى لأبسط الأشياء مثل هدية صغيرة للحفيد. طيب، عشان الصورة تكون أوضح وما تكون الأرقام مجرد كلام، خلونا ناخذ مثال عملي. خلونا نفترض إن في معاش تقاعدي شائع وقيمته 2,000,000 دينار جزائري. طيب، لو طبقنا عليه زيادة القصوى اللي هي 15%، كم بتكون النتيجة؟ الجواب هو 300 ألف دينار إضافية. طبعاً كل مبلغ بيساعد ما في شك، لكن هذا الرقم بيورينا الحجم الحقيقي للزيادة على أرض الواقع. والموضوع بيصير أصعب لما نركز على فئات معينة. الأرامل على سبيل المثال اللي بيحصلوا على نصف المعاش بس وضعهم صعب جدا. ونفس الشيء ينطبق على أصحاب المنح المنقولة اللي غالبا زياداتهم بتكون أقل. طيب، خلونا الآن ندخل في التفاصيل العملية للاقتراح. مين اللي رح يستفيد من هذه الزيادة ومتى؟ الخطة المقترحة واضحة جدا. أولاً لازم الحكومة توافق، بعدين الهدف هو أن الفلوس توصل للناس قبل عيد الأضحى عشان تساعدهم في المصاريف، والنقطة الأهم أن الزيادة رح تحسب بأثر رجعي من بداية شهر مايو، يعني المتقاعدين رح يأخذوا فروقات شهرين مرة واحدة. وهنا نقطة مهمة جدا، الزيادة هذه مش لفئة واحدة بس، مثل ما هو واضح هي بتشمل شريحة كبيرة جدا: المتقاعدين، الأرامل والأيتام، متقاعدي الجيش، وحتى أصحاب المنح المنقولة. والحين في الجزء الأخير رح نشوف الفجوة بين الاقتراح الرسمي وبين اللي الناس بيأملوا فيه فعلا. توقعات الناس وآمالهم أكبر من الاقتراح الحالي، فيه رغبة حقيقية في زيادة استثنائية، مش مجرد تعديل سنوي عادي. الناس بتطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل كبير، والكل متأمل خير، خصوصاً أنه صارت قبل كده مفاجآت رئاسية بزيادات أكبر من اللي كان متوقع. وهنا نشوف الفجوة بالأرقام، وهي كبيرة جدا. يعني النقاش الرسمي يدور حول زيادة على معاشات مثلا بقيمة 2,000,000 دينار، لكن الأمل الحقيقي للناس هو أن الحد الأدنى للمعاش نفسه يرتفع ويصل ل3,250,000 دينار على الأقل. إذن خلاصة الموضوع كله هي الفرق بين التعديل الروتيني السنوي والتغيير الجذري الحقيقي. المتقاعدين طبعا بيقدروا أي دعم، لكن أملهم في حل يغير واقعهم للأحسن، مش مجرد تعديل بسيط لمواكبة الغلاء. وهذا بيخلينا نفكر في سؤال أكبر وأعمق للمستقبل: هل هذه طريقة التعديلات السنوية رح تكون كافية لتأمين حياة كريمة ومستقرة لأجيال المتقاعدين اللي جايين؟ ولا يمكن حان الوقت لإعادة التفكير في النظام كله من الأساس؟